لو عندك ميد ترم قريب قوي ومش عارف تبدأ منين، ركز معايا. هقول لك دلوقتي خطة واضحة جدا تمشي عليها خطوة بخطوة وهتنجز في أقل وقت. حتى لو قدامك 24 ساعة هتذاكر، يعني هتذاكر. أول حاجة، قبل ما تفتح أي مادة شوف المادة بتتكلم عن إيه، شوف عندك كام شابتر وابدأ إن أنت شوف العناوين بتاعته بس الخارجية بتتكلم عن إيه. وطبعا الكلام ده للناس اللي ما فتحتش المادة ولا مرة. وبعدين عدي على الشابتر، اعمل راوند سريعة جدا، شوف التعريف المهم اللي موجودة فيها، القوانين الأساسية اللي لازم تكون حافظها واللي أنت هتحل بيها سواء كانت مادة فيها تطبيق زي مثلا ماده الاكاونتنج او الماثماتكس او القوانين اللي بتكون موجوده في الايكو، دي اللي هتسهل عليك وانت بتحل. انت مش هتذاكر كل حاجه، انت بس هتمر قراءه سريعه كده على كل شابتر. عارفه ان عقلك مش هيكون لم الموضوع ده كله مره واحده، ولكن انت بس تركز على حوالي 30% بس من المنهج بتاعك، ان انت مثلا تركز على التعريف، تركز على القوانين الاساسيه اللي بتكون موجوده عندك تبدا ان انت تظبطها. هتركز بس على اهم البوينتس اللي تبدا ان هي تساعدك وانت بتحل. خلاص عملت راوند سريع على الشابترز اللي عندك، ابدا بقى امسك الشيت بتاع الاسئله وملي برده بسرعه. هتلاقي مثلا في نقطه معينه بيكون موجود عليها كذا سؤال، ارجع تاني للسلايدز الاساسيه وذاكر النقطه دي، لان اكيد هيكون فيها سؤال في الامتحان طالما اتكرر عليها اسئله. تبقى اني اسئله اصلا انا ابص عليها، اسئله الدكاتره اللي هي بتحلها في المراجعات، واسئله الدكاتره ساعه المحاضره، واسئله امتحانات السنين اللي فاتت. مهمه جدا تركز على الاسئله دي وتشوف الاسئله اللي اتكررت تبع اي نقطه وترجع ان انت تجيبها تاني من الشابتر. حاول وانت بتذاكر تخلي معظم مذاكرتك تكون مرتبطه بالاسئله عشان تعود دماغك على طريقه الاسئله بتكون جايه ازاي، وكمان طريقه الحل. ولو في اسئله انت مش عارف هي بتتحل ازاي، ابدا شوف الخطوات الحل بتاعتها سواء كانت في ماده فيها تطبيق او كانت ماده نظريه، شوف الاجابه بتاعتها ايه وحاول ان انت تفهمها لنفسك. ما فهمتهاش استعين بشات جي بي تي وخليه يفهم لك الاجابه كانت ازاي، وحتى لو السؤال هتصمه مفيش مشكله طالما في مواد نظريه. لكن لو ماده فيها تطبيق زي الاكاونتنج وزي الماثماتكس او اي كليه فيها مواد فيها تطبيق او مثلا فيها قوانين او معادلات او حاجه، شوف طريقه الحل السؤال بيتحل ازاي. طب انا اجيب السؤال ده برده من اسئله امتحان السنين اللي فاتت، ما تجيبش اي مذكره وتحفظ او تفهم او تقعد انت تشوف مثلا طريقه حل الاسئله كلها، لا، امتحانات السنين اللي فاتت شوف بيحل الاسئله ازاي، لان تدخل الامتحان بتلاقي معظم اسئله امتحانات السنين اللي فاتت موجوده في الامتحان. خدت ركاب سريع على المنهج كله، عرفت عنه لو حاجات بسيطه. انت ممكن حتى ما تفتحش البي دي اف كله بتاع المواد بتاعتك كلها، ممكن تشوف مثلا حد من اصحابك عامل تلخيصات تبدا انت تاخدها منه، او في مذكرات بيكونوا نازلين زي تلخيصات للمنهج، ابدا برضو جيبها واعمل ركاب سريع عليه طالما دي اول مره تفتح الماده. لكن لو مش اول مره تفتح الماده يبقى انت محتاج تذاكر من نفس المصدر اللي ذاكرت منه قبل الميد ترم. يعني انت مثلا قبل الميد ترم كنت بتذاكر من ملخص انت عامله او بتذاكر من بي دي اف الاصلي بتاع الدكتور او من الكتاب، نفس المصدر اللي بتذاكر منه هو اللي تذاكر منه ساعه الميد ترم. عشان كده انا كنت بقول في الاول ان انت لازم تعمل ملخص بنفسك يساعدك ساعه الامتحان، ما تحسش ان مثلا الدنيا صعبه وان انت لسه هتقعد تذاكر من البي دي اف بتاع الدكتور او من الكتاب ذات نفسه، فده بيكون صعب بالنسبه لك وتقيل عليك خصوصا لو انت عندك شباتر كتير في الماده. بعدين ابدا بقى امسك شيت الاسئله من المذكرات اللي بتكون نازله، لو ما فيش امتحان السنين اللي فاتت ايه المذكرات اللي بتكون نازله، ابدا امشي على الاسئله. لقيت اليوم خلص معاك وانت لسه ما حلتش اسئله كتيره، مفيش مشكله، قوم نام واصحى الصبح بدري، ما تسهرش، لان انت ما بتسهر كده انت بتقلل تفكيرك، وكمان ان انت بتقلل الانتاجيه بتاعتك في الامتحان هتكون قليله جدا لان انت مش هتكون مركز خالص. فالافضل ان انت تنام وتصحى الصبح بدري عشان تراجع لو عليك اي حاجه تراجعها. طب تمام، ساعه الامتحان الصبح ما تقعدش تعمل ركاب على كل المنهج اللي انت خدته، لا، بالاحسن ان انت تركز على الحاجات اللي انت قلت مثلا ركز عليها ساعه الامتحان الصبح، مثلا قانون محتاج يتراجع او مثلا اي نقطه انت محتاج ان انت تركز عليها وشاكك ان ممكن يجيب فيها سؤال في الامتحان، دي اللي تراجعها الصبح، او تراجعها بقى في المواصلات او تصحى بدري مثلا ساعه عن الميعاد اللي انت بتصحى فيه تبدا تراجعها فيها. لكن ما يتراجعش المنهج كله، هتدخل الامتحان دماغك كلها مشوشه من كتر اللي انت حشيته الصبح، فبالتالي انت مش هتستفيد اي حاجه في الامتحان. امسك الشيت بتاع الاسئله اللي انت ما لحقتش تحله اليوم اللي قبله وابدا ان انت حله الصبح. ولو في سؤال انت حاسس برده ان انت مقلق فيه ما ترجعش بي دي اف ولا اي حاجه، بص على الحل، بص على الاجابه وحل الاجابه ازاي بس. او ان انت ممكن تحله ساعه وقت المواصلات بتاعتك، لو انت مثلا الطريق بتاعك بياخد وقت طويل ابدا ان انت تحله في المواصلات بتاعتك. وارد جدا وانت بتحل الامتحان تلاقي اسئله في انت مش عارفها، وفي مثلا في اسئله صعبه وهتلاقي في اسئله انت عارفها، ابدا بالاسئله اللي انت عارفها. يعني ايه؟ يعني انت بعينك بسرعه كده في الامتحان، انا عن نفسي بعمل الحاجه دي، ببدا ان انا امر قراءه سريعه كده على الامتحان قبل ما ابدا ان انا احل، بحيث لو مثلا في سؤال انا عارفاه ان انا السؤال ده سهل ابدا ان انا اعلم عليه، خلاص السؤال هبدا بيه، خلاص هبدا بالسؤال ان انا قلت على الاسئله سهله. طب انت ما عملتش كده مثلا ومشيت سؤال ورا سؤال ورا سؤال بالترتيب، مفيش مشكله خالص، امشي سؤال ورا التاني، والسؤال اللي انت لقيت نفسك وقفت عنده وما عرفتش ان انت تحله ما تقفش عليه كتير عشان الوقت الميد ترم الوقت بتاعه ما بيكونش كبير. طب تمام، ابدا خش على السؤال اللي بعده، ان شاء الله حتى يكون واقف قدامك 10 اسئله في الامتحان مفيش مشكله، على الاقل مثلا لو الامتحان 30 انت حليت 20 وباقي في 10 محتاج تفكير مثلا حوالي في نص ساعه او باقي الوقت، فتقدر ان انت تفكر فيهم، تقدر ان انت تجيبهم على طول حتى لو جبتهم تخمين. ده كده كده هو ده امتحان ميد ترم، انا عارفه ان الميد ترم بيكون درجاته صغيره بس بيساعد كتير قوي ساعه الفاينل ان انت يسمح لك ان انت تغلط اي حاجه ساعه الفاينل. بس انت لو ما وفقتش او ما حلتش فيه كويس مفيش مشكله، ده تعويض ودي تعلمك ان انت تذاكر كل اول باول علشان الفاينل.